السلام عليكم. عمرك جربت تفتح التلاجة تدور على ليمونة وبعد كده تسرح وتقفل التلاجة تاني عشان ما لقيتش اللي انت بتدور عليه وانت اصلا ناسي انت كنت بتدور على ايه؟ وبعد كده ترجع تفتح التلاجة تاني علشان الليمونة برضو، وبعدها تسرح مع حتة البيتزا اللي كانت باقية من امبارح وتطلعها وتسخنها وتاكلها، وبعد كده تفتكر الليمونة تقوم رايح فاتح التلاجة وتجيبها في الاخر. ده اللي بيحصل بالظبط لو هدفك مش واضح قدامك او بيبقى فيه مشتتات كتير ممكن تأثر على رؤيتك للهدف، فبتخليك ترجع خطوات لورا. النقطة دي مهمة جدا، علشان كده ذكرها ستيفن كوفي في كتابه العادات السبعة للناس الأكثر فاعلية، وكانت العادة التانية وهي ابدأ والغاية في ذهنك، علشان تحميك من المشتتات اللي ممكن تغير طريقك أو أصلا تحقق إنجازات ونجاحات وهمية مش هي دي اللي أنت كنت عايز تبدأ علشانها. ومن هنا مهم ان كل واحد يبدا اصلا يقيم اللي هو بيعمله، وصلني للطريق اللي انا كنت عايز اوصل له ولا لا، وبعدها يقرر انا هعيد قياس الحاجات اللي انا بعملها، وهل فعلا المنتج النهائي بعدها هيبقى الهدف اللي انا كنت بجري علشانه، ولا هعيد تقييم وقياس هدفي وافعالي مره تانية. عشان كده الهدف ان هو يكون واضح وبعيد عن المشتتات من النقط المهمه قوي قوي. وهختم بالمقوله اللي كتبها ستيفن كوفي في الكتاب، بيعبر فيها على النجار الشاطر: قس مرتين واقطع مرة واحدة. فإعادة تقييم الهدف أقيسه مرة وأتأكد منه مرة واتنين، قيم أفعالي اللي هتوصلني ليه، انطلق وأتوكل على الله. متنسوش تعملوا فولو لو على الفيسبوك وسبسكرايب لو على اليوتيوب. شكرا، السلام عليكم.